امبارح كانت أولى حلقات ظهور الإعلامي أحمد شوبير على قناة الأهلي في برنامج حارس الأهلي. حلقة كانت جميلة جدا، حلقة كانت نارية جدا، حلقة كانت فيها هزار والضحكة وعودة الضحكة الجميلة مرة أخرى بصراحة. بس كان في نقطتين مهمين الواحد عايز يتكلم فيهم كعقلانية. ايه هي؟ ان انا دلوقتي انا في قناة نادي، في قناة مش محايدة، قناة المفروض ان هي بتنتمي لنادي على الجانب الاخر زي قناة نادي الزمالك. انا في قناة نادي الزمالك ماليش علاقة باخبار النادي الاهلي، يعني تمام. ولو جاب سيره الاهلي في حاجه او تهنئه مثلا، تمام مفيش مشكله. النهارده الاهلي عمل ماتش مش عارف ايه، النهارده الاهلي صعد دور الايه، النهارده ده تمام ماشي مفيش مشكله. بس ما اقحمش اسم الاهلي في اي حاجه. على الجانب الاخر برضو كابتن احمد شوبير، هو المفروض يا جماعه ان هو الراجل ده كان في قناه محايده قبل كده، الناس كلها عارفه اهلاويته مفيش مشكله تمام. بس الفكره كلها دلوقتي ان هو بقى في قناه نادي الاهلي، في قناه بتنتمي لنادي، بقناه مش محايده. يعني قناه النادي الاهلي اكيد كل اخبارها عن النادي الاهلي، اكيد هيسرد جميع اخبار النادي الاهلي المتعلقه بجميع الالعاب الرياضيه، مفيش اي مشكله. بس الفكره كلها بقى ما حاولش ان انا اجيب اسامي فرق تانية، يعني ما حاولش ان انا اجيب اخبار. عايز تجيب هات يا عم تهنئه، صعد من دور مثلا لدور تاني في المجموعات، صعد من مركز لمركز، صعد مش عارف ايه، عمل حاجه حلوه للنادي، الكلام ده كله. لكن انا ضد ان انا اقحم اسم الفريق المنافس في الاخبار بتاعت النادي. يعني ما اعملهاش عنوان، ما اعملهاش عناوين، ما اعملهاش مانشيتات في القناه، ماليش علاقه تمام. هاتها في الشريط اللي بيمشي تحت: الزمالك تفوق على مش عارف مين وصعد من دور المجموعات حتى يبلغ دور ربع النهائي، الكلام ده كله ايه تمام ماشي مفيش مشكله. بس ما حاولش ان انا اتكلم عنه، ولا سامسون عايز يجيب يعمل مش عارف ايه، ولا سامسون مرضاش ان هو يجدد وعايز عشان يقعد ياخد فلوسه كامله او يمشي ياخد فلوسه كامله، ماليش علاقه. انا كاهلاوي انا مش عايز اسمع الاخبار دي اصلا، خصوصا ان انا بتفرج على قناه النادي بتاعي. يعني انا وانا بتفرج على قناه النادي بتاعي انا مش عايز اسمع سيره عن الزمالك، مع احترامي ليهم، يعني انا بتكلم في كشخص تمام. تاني حاجه كان معاه هاتفيا الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الاهلي، وعده قرارات. الراجل ده بيتكلم بعقلانيه جدا يا جماعه بصراحه، يعني حاجه اتمنى ان اللعيبه تواكب دماغه، لان هو دماغه كبيره قوي بصراحه. يعني دماغ الراجل ده كبيره قوي. انا معاك ان دماغ الراجل ده ما حضرتش السوشيال ميديا، وممكن الناس تقول دقه قديمه والكلام ده، بس هو ماشي بسيستم. حتى كابتن احمد شوبير لما ساله قال له: انت قلت للعيبه ان الساعه 10 والكلام ده كله ما يجيش وانت بره البيت، فالكلام ده انت مش شايفه دقه قديمه؟ الراجل رد عليه بكل عقلانيه وقال له ايه الدقه قديمه؟ يعني ايه اللي انت شايفه في الدقه قديمه؟ تمام، اللي انا بحافظ على سيستم اللاعب او بحافظ على اللاعب ككل. يعني ايه الدقه قديمه في كده؟ ما هو لاعب او الرياضي عموما تمام لازم يحافظ على اكله، لازم يحافظ على نومه، لازم يحافظ على التمرين بتاعه، لازم يحافظ على ده كله. فان انا اقول له ما تباتش، اصل انت لما يرجع لي قال له: يا عم خلاص هخليها الساعه 11، بس لو خليته يرجع الساعه 12 هيروح امتى وينام امتى ويصحى امتى ويجي التمرين امتى؟ فالراجل بيتكلم بعقلانيه شويه، راجل بيتكلم باللي هو شافه. فاللي هو شافه هو كان شايف ان لا ما كانش فيه سوشيال ميديا، ما كانش فيه اعلام، ما كانش فيه مثلا ظهور في التلفزيون كتير، ما كانش فيه السهرات، ما كانش فيه الكلام ده كله. فهو الراجل راجع يرجع حاجه زي كده، واحنا كلنا اصلا كنا بنقول كده للكابتن سيد عبد الحفيظ، اللي هو انت عامل ظبط وربط في النادي تمام. ما كان مانع السهر وكان مانع السهرات وكان مانع الخروج بعد وقت معين والنوم في وقت معين ويطلع يكلمهم واللي يخرج واللي يعمل، قال باستثناء اللي عنده اي مناسبه او عنده اي حاجه هيستأذن تمام وياخد الطلب وهياخد الاذن ومفيش اي مشكله. بس طبعا مش كل يوم تقول لي انا عندي فرح. برضه نفس القصه، كابتن احمد شوبير ساله على عقوبه امام عاشور اللي الناس كلها شافتها على السوشيال ميديا، يقول لك اصل امام عاشور ما رضاش يحلق شعره فاتخصم منه 100,000 جنيه. الراجل بيسال محمد رمضان، كابتن محمد رمضان، بيقول له: هل تمت عقوبه او وقوع عقوبه على اي لاعب؟ الراجل رد عليه بضحك وبهزار قال له: هو احنا لحقنا؟ ده لسه ما فيش، ده لسه اللعيبه راجعه التمرين اصلا، لسه ما فيش اي حاجه تمام. قال له: امال ايه الكلام اللي احنا شفناه على امام عاشور والكلام ده كله؟ قال له: شفت ايه؟ طب قول لي يمكن انا مش عارف. يعني معنى كده ان مفيش الكلام ده اصلا يا جماعه، فقشطه تمام. ما نتطرقش بقى وما نتطرفش تمام للاخبار الكاذبه اللي بتفضل نتكلم فيها، خصوصا ان هي اي حاجه بقى بعد كده. احنا شفنا الفترات الاخيره اخبار تقال وتقال تقال واحنا بنمشي وراها، وبعد كده نيجي نلاقي القصه لا مش هي، لا مفيش، لا الكلام ده كله، ويطلع النادي الاهلي ينفي، يطلع مش عارف مين ينفي. فاي حاجه اي حاجه تخش في الموضوع دوت او اي حاجه تخص النادي الاهلي بصراحه الفتره الجايه يعني تمام هاخدها من احمد شوبير. يعني هاخدها من احمد شوبير في البرنامج بتاعه تمام، لانه راجل في قناه النادي الاهلي. حاجه ثالثه برضو الراجل اتكلم معاه، ظهر كلام او حصل كلام بينه وبين
مارسيل كولر قال فيه ان هو خلاص هيجيب صفقات، هيجيب ممكن صفقتين او ممكن 3 منهم محلي وممكن اجنبي كمان قبل نهايه غلق القيد اللي هو يوم 25/10. قال له طب الاسامي محمد رمضان او محمد بن رمضان فيهم؟ قال له محمد بن رمضان مش من ضمن الاسماء اللي مطروحه. ده معناه وده يدل عن شيء ان هم يعني بيفكروا يجيبوا محمد علي بن رمضان تاني او يفتحوا بقى خط المفاوضات معاه تاني بجديه بقى ممكن في يناير ان شاء الله. لكن في الوقت الحالي اتوقع يبقى مصطفى زيكو، ولو جبنا نجيب فيني تراوري اللي هو بتاع مازيمبي الكونغولي، بس يا ريت نلحقه تمام قبل ما يشارك في دور المجموعات مع مازيمبي، لسبب ان الراجل ده ما شاركش في ادوار ال 64 او ادوار ال 32 او ايا كانت الادوار التمهيديه اللي لعبتها مازيمبي، فده يحق له ان هو يشارك معاك تمام. بس لو شارك في ادوار المجموعات بقى مع مازيمبي خلاص كده راحت عليك تمام. وعلى الجانب برضو الاخر الاداري، كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره تواصل مع كابتن محمد رمضان، وكابتن محمد رمضان هو اللي قال الكلام ده كله لكابتن احمد شوبير. قال له بالنص الراجل تواصل معاه وقال له يا كابتن محمد، وهو وكولر، يا كابتن محمد الامور الاداريه كلها ليك، الامور الفنيه كلها لكولر. يعني انت ما تتدخلش في الامور الفنيه وانت ما تتدخلش في الامور الاداريه، وده شيء كويس. كل واحد يبقى ليه دور معين عارف هو هيأديه ازاي، ده شيء كويس. الراجل اتكلم برضو قال الجيل ده مختلف عن جيل التسعينات، الجيل ده محطوط بقى ما بين بقى ضغوطات الحياة، ما بين السوشيال ميديا، ما بين مش عارف ايه، الحياة متغيرة عموما عن التسعينات. بس هي القصة كلها ان اللعيبة دي محتاجة حد يحطها على الطريق الصح، وهم ما شاء الله يعني تمام. بس هم يعني ايه ياخد باله منهم لان اللعيبه فعلا موضوع السوشيال ميديا والكلام ده كلنا، مش هقول لك اللعيبه، كل الناس تمام. انت بتبقى داخل تنام لو مسكت الموبايل بتاعك فتحت مثلا وليكن اي ريلز، اي بوست، اي الكلام ده، انت ممكن تمسك الموبايل اصلا تبص تلاقي الفجر اذن عليك وانت اساسا داخل تنام من الساعه 11 بالليل. فعادي كلنا عارفين القصه دي. فهو الراجل بيحافظ عليهم من السوشيال ميديا، بيحافظ عليهم من الظهور الاعلامي الكتير، بيحافظ عليهم من الكلام ده كله، ومفيش ظهور اعلامي.